ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وبصحة وسعادة. تعالوا هقول لكم على اسرار وخطوات بسيطة خالص ويومية اساسية لازم تعمليها كل يوم للنظافة الشخصية. ازاي هتبقي نظيفة وهتسهل عليكي موضوع النظافة، بل بالعكس هتخليكي تحبيه وهتتعودي عليه. يعني انا عايزة الحاجات اللي انا هقولك عليها دي تبقى عادة عندك لحد ما تبقى كل يوم سهلة ان انت تعمليها. مش عايزاكي تحسي ان موضوع النظافة ده مرهق او شاق. وكل يوم حاولي ان انت تعملي حاجه. يعني النهارده انا هعمل ماسكات لبشرتي، بكره هنضف ضوافري، بعده هعمل شيفنج، بعده هعمل ماسك لشعري، وهكذا. سهليها وقسمي النظافه اللي هي مثلا بنعملوها كل اسبوع. كل يوم تاخدي حاجه، الموضوع دوت هيسهل عليكي كتير. ويلا بينا نبدا في الفيديو. بس ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناه وتشير لكل اصحابك عشان الكل يستفيد. اول حاجه عايزه اقولك ان كل يوم قبل ما تنامي في حاجات اساسيه لازم تعمليها، اللي هو ان انت لازم ترطبي الاكواع، الركب، الايد، القدم. كل دي اساسيه، وممكن كل دوت مش لازم بقى رجل القدم بما انك مثلا صغيره ومش محتاجه حاجات كتير، منتجات كتير. يبقى هو منتج واحد زي مثلا البانسينول او اليوريكير. بس نسيت اجيبهم دلوقتي في المنتجات اللي انا هوريها لكم، فعدوها يعني. تستخدميه واحد بس على كل الاماكن اللي انا قلتها لك. عندك شراب سيليكون هتلبسيه ساعة، حتى ساعتين على قد ما تقدري. ما عندكيش هيبقى جوانتي عادي لو عندك في ايدك، وكذلك الشراب بتاعك. ده اساسي قبل النوم كل يوم تعمليه. تاني حاجة غسيل الاسنان. غسيل الاسنان لازم ولازم على الاقل يعني مرة في اليوم. وكمان عايزاكي تستخدمي في غسيل الاسنان اللي هو الخيوط دي. الخيوط دي كويسه جدا جدا، وخاصه ان شاء الله لو تستخدميها مره واحده بس بعد الغداء. وبرده خاصه لو انت اكله لحوم، فراخ، سمك، حاجات من اللي هي بتدخل بين الاسنان، يبقى لازم تستخدميها، لان الحاجات ديت لو ما طلعتيهاش هتعمل ريحه وحشه لبقك. وفي حاجه يا بنات عايزاكم تجيبوها، عجبتني قوي قوي دي، اللي هي شايفين دي اهي، بتاعت الفرشه بتاعه الاسنان. بتحطيها وبتقومي مغطياها، لان انا بقلق جدا من اي حاجه تبقى موجوده في التويلت، لان التويلت يعني هو بيئه مناسبه جدا لنمو البكتيريا والجراثيم والحاجات دي. فاحنا عايزين نبعد عن حاجتنا الشخصيه ما يكونش فيها اي حاجات زي كده. اللي بعد كده كمان عايزاكي تغسلي منطقة الاندر ارم والبيكيني. مش شرط يكون في غسول ليهم، انتي لسه صغيرة مش محتاجة الحاجات ديت. يعني مية فترة، ولا هي سخنة ولا هي ساقعة، تشطفي كل يوم اساسي وتغسلي المنطقة ديت كويس. ولازم تنشفي بعد ما تطلعي من التويلت بمناديل. ايه تاني من الحاجات الاساسيه معاكي كل يوم؟ ان انت لازم تستخدمي ديودرنت. اي نوع بقى ديودرنت انت حباه متعوده عليه. وكنت عامله لكم فيديو في اكتر من 15 منتج تقريبا او 12، مش فاكره قوي عددهم، لمزيلات العرق. ممكن تروحي تسمعي الريفيو عنهم كلهم وتختاري اللي يناسبك. تحطي كمان بادي سبلاش. في حاجات مناسبة لسنكم، مش غالية قوي، وتقدري تجيبيها. في دوت طالع ده حلو قوي قوي وهيقعد معاكي ريحة باليومين. واحلى حاجة فيه كمان ان هو للشعر كمان. لازم تمشطي شعرك كل يوم، كل يوم لازم تسرحيه، وما تخليهوش دايما مفرود وانتي قاعدة في البيت، علشان هينزل على اللي هو ظهرك وعلى راسك من تحت، فهيعمل عرق وهيبقى فيه ريحة كمكمة. حاولي دايما تكوني عاملاها يا اما كحكه لفوق يا اما ديل حصان، المهم تبقي رافعاه بعيد عن اللي هو قفاكي يعني. تمام. وطبعا زي ما قلت لكم لازم نمشطوه كل يوم. ولازم حطي كده اللي هو زي مسك الطهاره ده كده، السبراي بتاعه، تحطي على جسمك وعلى شعرك عشان تبقي بنت جميله نظيفه ريحتك حلوه. ايه تاني؟ الترطيب مهم جدا. لازم بشرتك تترطب كويس قوي. تمام. اي بقى مرطب انت بتحبيه هتستخدميه، ترطبي بيه بشرتك. وفي الوقت دوت انت مش محتاجه سيرم خالص، لسه يعني صغيره على انك تستخدمي سيرم. بس طبعا اساسي احنا ما ننساش الليب بالم. اوكي. الليب بالم مهم جدا جدا يا بنات، علشان ترطبي بيه شفايفك. وهقولك على تركايه صغيره، لو عندك او عند مامتك بقى، عند اختك، اي حد موجود بيستخدم السيرم بتاع الهايرولونيك،
خدي منه كده وحطي نقطة صغيرة على شفايفك قبل ما تنامي، وحطي عليها فازلين، والصبح هتلاقي شفايفك في منتهى الجمال. نيجي بقى اللي بعد كده الشامبو بتاعك. الشامبو بتاعك انا عايزاكي تستخدميه يوميا، مش يوميا يعني اليوم اللي هتستخدمي فيه الشامبو لازم تسيبي الشامبو ياخد راحته مش اقل من 5 دقايق. يعني احنا ما نبقاش شاريين المنتج وعشان مستعجلين ندخل نغسل شعرنا بيه مش هنستفاد منه خالص، فلازم نسيبوه شويه عشان نستفاد منه. الحاجه اللي بعد كده ايا كان بقى نوع الشامبو بتاعك، ما نبقوش جايبين شامبو كويس ونظلموه بقى ونقولوا الشامبو ده مش كويس، لا انت اللي ما استخدمتهوش كويس. والشاور بتاعنا، الشاور بتاعنا انا عايزاكي تعمليه مره في الاسبوع او مره كل 10 ايام. دبل كلينزنج. ايه دبل كلينزنج؟ ان انت بتستخدمي الاول اي شامبو طبي. في عندك فانجرير دوت لو غالي عليكي ومصروفك مش هيسمح ان انت تجيبيه، ممكن تستخدمي اي صابونه زي ما قلت لكم قبل كده، صابونه فانجي كير. الصابونه دي كويسه جدا. روحي لصيدلي قول له عايزه اي صابونه فيها سلسلك اسيد. اشمعنى السلسلك اسيد؟ لانه بينظف المسام كويس جدا، بيوحد لون البشره لو في عندك مناطق معينه غامقه، ده بيعتبر مقشر لطيف قوي على البشره. تمام. وانت بتاخدي الشاور بتاعك تغسلي سرتك ما تنسيهاش وورا ودنك، لان الاماكن دي والثنايات اللي في جسمك بتعمل ريحه مش حلوه، فلازم تهتمي بيها كويس جدا وتغسليها وانت بتاخدي الشاور بتاعك. لازم على الاقل حمام كريم مره في الاسبوع يا بنات. دي مش رفاهيه ولا دي حاجه زياده، لا دي اساسيات من اساسيات النظافه. تمام. ليه انت لازم هتاخدي شاور؟ انا مش عارفه الكاميرا قدامي مغمقه ليه. ثواني كده. ليه بقول هنستخدم حمام الكريم؟ لان حمام الكريم اولا بيرطب الشعر وبيديله حيويه، وكمان بيقلل التقصف الناس اللي عندها تقصف وهيشان، وبيساعد كمان الشعر المجعد على انه يتفرد او على انه على الاقل يكون مترطب، وبيدي كمان لمعان ونعومه في الشعر، فده اساسي من الحاجات الاساسيه، هو مش رفاهيه. تمام. الليفه بتاعتك، الفرش بتاعتك لو انت بتستخدمي فرش، اي حاجات زي كده لازم تتغسل بغسول، تحطي ميه سخنه وتحطي اي غسول انت بتستخدميه، شامبو، هاند ووش، اي حاجه زي كده. حتى الفرش السيليكون اتعودي برضو ان انت تغسليها. نيجي بقى للي بعد كده. برضو من الحاجات الاساسيه اللي انا نسيت اقول لكم عليها المضمضه. المضمضه حلوه جدا لانها كمان انت بتغير ريحه الفم للافضل، غير ما انها ضروريه لاسنانك وللثه، لكن بتخلي ريحه فمك كويسه. ايه تاني؟ عايزين نخلي دايما لو انت بقى شطوره كده بتساعدي ماما في المطبخ، او كل شويه من الناس اللي هي بتغسل ايديكي، شايفين العلب الصغيره دي؟ هتجيبي علبه. بصوا انا مخلصاه اهو، كل ما بيخلص بحط تاني. ايه دوت كريم للايد، بحطه علشان ايديا دايما ما تبقاش ناشفه ومعلمه. ولادي كده اي حد دخل المطبخ التواليت غسل ايده حطهم في مكان، يعني كل واحد على سرحته، حتى كذا علبه من ديت في كذا مكان في الشقه عشان ما ننسوش دايما ترطيب ايدينا. برضو يعني السكراب، بس السكراب يعني برضو هتستخدميه مرة في الأسبوع كفاية جدا، أو مرة كل 10 أيام، برضو لسه صغيرين جلدنا مش محتاج قوي. هتعملي سكراب لجسمك كله. ايه تاني؟ شعرك زي ما قلت لك انتي، عايزاكي برضو شعرك يعني بعد ما تسرحيه كمان تحطي عليه كريم كده يكون ريحته كويسه، او زيت يكون ريحته كويسه. مش هننسى طبعا ترطيب الشفايف زي ما قلت لكم. ترطيب الشفايف في الليب بالم ديت انا عاملاها، يعني تقدري باقل المنتجات خالص ان انتي تبقي حلوه واموره وجسمك نظيف. تمام. وبكده اكون انا لمت لكم الاساسيات والتركات اللي احنا بنعملوها اساسي كل يوم، واتمنى ان انا اكون افدتكم حبايبي، واتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط كده على قلبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وشير لكل اصحابكم لو عجبكم الفيديو، واستنوني الفيديو تاني.